الأم بتقول إيه اللي ممكن أعمله مع ابني في البيت عشان أحسن من كلامه مع جلسات المركز. طيب مبدئيا كده لازم عشان الكلام يطلع ويبقى فيه سياق لغوي مع تدريبات المركز، لازم في بعض التوصيات مهمة جدا، ومنها نقلل ان الطفل يمسك التليفون وان هو يبعد عن الشاشات وما تتكلميش مكانه على طول. بمعنى ايه؟ ان انا استنى ثانيتين او 3 ثواني، يمكن يحاول. لازم من غير ضغط، يعني ما اقولوش قول قول، وفي نفس الوقت برضو من غير توتر. واي محاولة كلام منه لازم يبقى فيها تشجيع وتعزيز له. والشيء المهم جدا هو الاستمرار مهم جدا. اول حاجة انك تتكلمي معاه ببطء ووضوح. فمثلا ما اقولش هات الكورة بسرعة، اقول له هات الكورة. لا، قولي هات الكورة. كلمتين، اسم او فعل، او فعل او اسم وصفة، ويكونوا واضحين. يكونوا كلمات مفردة او جمل بسيطة جدا من كلمتين او 3، ويكونوا مناسبين لسنه. ولو قال كلمة غلط اكررها في وقتها واقولها بشكل صحيح، طبعا من غير انك تطلبي منه بضغط او غصب عنه. المهم جدا التوظيف والتعميم. بمعنى ايه؟ انا النهارده خدت جلسه، روحت البيت هركز على حاجات معينه يكون هو متحسن فيها بس اوظفها. بمعنى ايه؟ اخد النهارده مثلا تفاحه، يبقى لازم اوظف كلمه تفاحه ان تفاحه حمراء او تفاحه صفراء او تفاحه خضراء. اخد مثلا كلمه افتح، يبقى افتح الباب، افتح التلفزيون، افتح النور. ممكن انا بقى في البيت بقى مع ابني او بنتي ان انا اشتغل معاه ده في صوره توظيف زي ما قلنا او تعميم، بس في صوره لعب. يعني ما اجيبش برده كروته زي ما هو في المركز واحطه على الترابيزه واقعده على الترابيزه واقعد على الكرسي. لا، اشتغل مع ابني او مع بنتي في صوره لعب. يعني اجيب الكروته او اجيب الحاجات اللي هوظفها او الاشياء اللي هوظفها واحطها على الارض وافرشها واقعد انا وهو في صوره لعب، بحيث ان هو ايه، ما يزهقش منك. طيب لما اشتغل تعميم او توظيف لازم اركز قوي على حته الفهم، بجانب ان هو يقول. لان اللغه مش كلام بس، واغلب الامهات فاهمين ان اللغه كلام. لا، هي اللغه كلام وفهم، و60 70% اكتر هي فهم. ليه؟ لان الطفل لما يفهم هيتكلم. الشيء المهم برضو انك انتوا في البيت لازم تطلبي منه. اديله اوامر كتير، اديله اوامر بسيطه، وبعدين اعلي المستوى شويه واديله اوامر مركبه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا هو مثلا وقت الاكل هقول له مثلا ايه، هات، خد، كل، اشرب، حط، شيل. الحاجات اللي هي ايه، اللي مرتبطه مثلا بوقت الاكل. طب وقت الحمام اقول له مثلا افتح، اقفل، اغسل، ميه، صابونه، وشك. كلمات بسيطه تخص الموقف اللي هو الحياتي اللي هو فيه. او مثلا في اللبس هيلبس اقول له ارفع، فوق، تحت، اقلع، البس تيشيرت، اقول له بنطلون، اقول له كوتشي. كلمات بسيطه مع التوظيف، الحاجه نفسها اللي موجوده معاه وقت النشاط. فالمهم جدا في البيت ان انا استغل الروتين بتاعه اليومي في توظيف كل المواقف. يعني وقت الاكل هقول كلمات زي ما قلت، وقت الحمام، وقت اللبس، وقت اللعب، وقت مثلا نتفرج على التلفزيون اقول له ده تلفزيون، افتح النور، اقفل التلفزيون، اقول له ريموت، اقول له شاشه، بيلعب مع اخته اقول له اختك، اخوك، العب، يلعب، نقف مثلا في البلكونه اقول له دي بلكونه، ده شباك، ابص من الشباك، دي عربيه، شفت كلب اقول له ده كلب، شفت قطه اقول له دي قطه، ده هناك، ده بيت، دي شجره. يعني اوظف كل حاجه زي ما قلت في كل موقف تعليمي. بس اهم حاجه لو الطفل عنده تاخر لغوي بسيط او متوسط، لازم ابدا معاه بكلمات بسيطه جدا جدا جدا، وتناسب يا اما عمره الزمني او تناسب عمره العقلي لو كانت قدراته ضعيفه. يبقى هنبدا بكلمه بسيطه، ولو اشتغلنا على الجمل هنبدا بجمله من كلمتين، اسم وصفه او اسم وفعل او اسم واسم او ايا كان، ان هم كلمتين بساط جدا. ما ادخلش دلوقتي ضماير ولا ادخل افعال ولا ادخل قصدي حروف جر ولا ادخل اي حاجه الا لما يكون عنده حصيله لغويه كتيره.